السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناة وصفات مولات الدار. نهار جديد وفيديو جديد، كنتمنى انه يلقاكم في اتم الصحة والعافية. جيت نتقاسم معاكم فيه بسبوسة بذوق الشوكولاتة بكريمة اللي كتجي لذيذة بزاف. متأكدة مليون في المية من انها غتعجبكم، وإلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنساوناش بالاشتراك في القناة، ديروا لايك على الفيديو، خلوا لنا كومنتير، وندوزو مباشرة للمقادير وطريقة التحضير، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. فبقوا بسم الله وعلى بركة الله. غادي نبداو بالمقادير اللي غادي نحتاجو فيها: جوج ديال البيضات اللي تيكونوا بدرجة حرارة الغرفة، كأس إلا ربع من السكر الخاشن، كيس من السكر المنسم بالفاني، رشه ديال الملح. غادي نخلطهم مزيان حتى كيتجانسوا لينا، وغادي نضيف ليهم كأس إلا ربع من الزيت النباتيه، كأس إلا ربع من الحليب، وياغورت بذوق الفاني. غادي نخلطهم مزيان، وغادي نضيف ليهم ملعقتان كبيرتان من الكاكاو المر اللي يفضل انه يكون نوعيه جيده. غادي نضيف لهم 250 غرام من السميده الرقيقه، السميده اللي الخاصه بالبسبوسه، وكنغربلها ضروري. وغادي نخلطها، وغادي نضيف ليها كيسين من خميره الحلويات اللي هي بيكينغ باودر ما يعادل 16 غرام. فغادي نخلطها مزيان، وغادي نحضر واحد القالب اللي كندهنو بالزيت النباتيه وكنرشو بالسميده الرقيقه، وغادي ندخلو للفرن يطيب فطياب ديالو كيف ما غادي طيب الكيكه بحال وغادي ندوز باش نحضر الكريمه. في واحد الكاسرول كنضيف نصف لتر من الحليب، غادي نضيف ليهم 2 معالق من السكر الخاشن، ملعقه كبيره من الكاكاو المر اللي كنغربلو ضروري باش ما كيبقاش ليه فيه دوك الحبيبات. وغادي نضيف ليهم 3 ملاعق من النشا اللي هي المايزينا، وكنخلطهم على البارد ضروري حتى كيتجانسوا لينا. عاده كنشعل عليهم البوطه وكنخليهم كيطيبوا حتى كيتقل لينا الخليط. فمن بعد ما كيطيب لينا كطيب لينا الكريمه ديالنا تحصلوا عليها بهذا الشكل، كنضيفوا ليها 6 قطع من الشوكولاته السوداء، وغادي نفرغ الكريمه في واحد لو بول. وغادي نغطي عليه بلاستيك غذائي. البلاستيك ضروري ما كيكون ملامس لسطح الكريمه عفوا، باش ما كتكونش ليا فيها واحد القشره فوق من الكريمه. فضروري كيف ما تنقول لكم هاد السلوفان او البلاستيك الغذائي يكون ملامس لسطح الكريمه. وغادي ندخلو الثلاجه حتى كتبرد لينا الكريمه مزيان مزيان. هانتوما كيف كتشوفوا راه كتجي البسبوسه هشيشه. من بعد ما كتبرد لينا الكريمه مزيان فكنطربها بالطراب الكهربائي غير واحد شويه، وكنديرها في واحد البوش باش نزين بها الكريمه البسبوسه عفوا. البسبوسه من بعد ما كطيب وكنخرجوها مباشره من الفرن فكنسقيوها غير ما تصورتش معايا. السقوه كنحتاج ليها كأس من الماء، ملعقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان، وملعقتان كبيرتان من السكر الخشن كنديرهم في واحد الكاسرول. كنطيبوهم حتى كتعقاد لينا هذيك الصلصه او السقوه حتى كتعقد لينا مزيان، وكنسقيو بها وكنخلوها حتى كتبرد. يعني البسبوسه كتكون سخونه والسقوه كتكون بارده، فكندهنوها كنسقيو بها البسبوسه ديالنا كامله. ومن بعد ما كتبرد لينا البسبوسه عاده كندوزو كنزينوها، حيت الا زينتوها وهي سخونه فالكريمه ديالكم غادي تذوب لكم وغادي يخسر لكم الشكل ديالها. فدرت الكريمه في البوش وكنزين على حسب الذوق وعلى حسب الاختيار. قسمت البسبوسه على 8 قطع، فغير حددتها بالموس ماشي تقسمتها. وكان يعني ممكن تزينوا بالطريقه اللي بغيتو، غير هو تزيين خصوصا على حساب الوليدات الصغار فكيلعبوا بزاف على المنظر. اي حاجه حضرتيها ليهم تيشوفوها من الشوفو تيحددوهم بريوسهم واش غياكلوها ولا لا. هاد القضيه متفقين عليها.
فكيف ما قلت لكم التزيين اختياري بهذا الشكل هذا اللي شفتوه في الفيديو. انا زينت البسبوسه بالكريمه، ومن بعد غادي نزينها زينت يعني القطعه الاولى باللوتيس، بسكويت ديال اللوتيس، قطعته طريفات بحال هكا غير شويه صغارين، والزين كيبقى لكم اختياري. ف كنزين القطعه والقطعه المقابله ليها. خديت هاد لي بسكوي هادو حتى هما راه كيتباعوا، كلشي هادشي راه تيتباع رخيص، وممكن انكم تزينوهم باي حاجه موجوده عندكم في الدار. فهاد الشيء هذا كل اللي زينت به راه كيتقام اقتصادي ورخيص بزاف، غير هو راه كتجي لذيذه بزاف. ما تنساوش انكم ما تسقيوهاش، راه عرفتوا كتعرفوا بان البسبوسه راه كتجينا كتكون ناشفه، ضروري نسقوا ديالها باش كترطاب لينا، وخصوصا الا خليتوها حتى بردات راه كتزيد تبرز المذاق ديالها اكثر واكثر. هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما زينتها. زينتها بحوايج اللي هما ساهلين ويعني متواجدين في اي بلاصه. كنتمنى انه الوصفه ديال اليوم تعجبكم، فبرعوا وليداتكم بشي حوايج اللي هما بساطين وساهلين بزاف، ممكن تحضروهم غير في البيوت ديالكم. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش تدعموني بالاشتراك في القناه، خلوا لي لايك على الفيديو، شاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء اللي تاعهم الفائده، خلوا لي كومونتير، فالكومونتيرات كيكونوا محفزين ليا باش نزيد نعطي المزيد والمزيد من الفيديوهات. وغادي نخليكم هنايا، وغادي نتلاقى بكم ان شاء الله في نهار جديد وفي فيديو جديد وفي وصفه جديده، وبسلام عليكم.